من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في المعلى الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، ما حللناه من لا إله إلا الله، ما سبحانه سبحان الله بحمده، وما قلناه يا الله يا الله. اللهم صلينا وسلمنا على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة، هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدم ثواب هذه القراءة إلى سيدنا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين، ثم إلى أرواح كافة أولياء المقربين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها، خصوصا سيدنا مولانا مهاجر الله أحمد بن عيسى بن الله أحمد بن عيسى سيدنا علي بن بدر بن أحمد بن عيسى سيدنا مولانا سيدنا الحبيب علي بن أبي خالد القسام سيدنا محمد بن عباد وأصولهم وفروعهم سيدنا بركات الإمام البكر سكر الله المخضر علي بن بكر سكر المدرس الأكبر وأصولهم وفروعهم سيدنا أحمد بن الأكبر عبد الرحمن المكشفين حبيب عبد الرحمن المكشفين بن أحمد شهاب الدين بن أبي بكر الدين وأخي حسين وأصولهم وفروعهم، ثم بركاتنا فخر أحمد بن أبي بكر أحلام وفخر وجود الشيخ بكر بن سالم وقد بن سالم الشيخ بن سالم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن الرحمن الطش البارس قطب الرشاد وغوث البارح بن عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بن أحمد بن زين الحبشي بن محمد بن سميد وأصول وفرهم سيدنا حبيب حامد بن في وصول وفرهم، ثم بركات الحبيب بكر الطش بركات الحبيب محمد الحسين الحبشي حسن الطش وأصول وفرهم سيدنا بركات الحبيب بن شهاب الدين وابن علوي بن عبد الله بن شهاب وصول وفرهم بسادة النبي علوي، ثم إلى أرواح كافة المعالم كتبنا فيها مسلم كتبنا فيها من شيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والمنظومة والصلوات والمجمعين، خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومزماتهم صلواتهم دعواتهم ناجدهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا وأصولهم وفرهم، ثم إلى أرواح كافة أولياء قربنا لهذه البلدة أهل بلمان دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا تقدم في هذه الحارة في هذه البلاد من العلماء والأولياء والمقربين، خصوصا خاص صاحب هذا الدار المبارك الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأبيه وأمه ومشايخه ومشايخه وأولاده وبناته وذريته كلهم أجمعين، وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم جل وعلا بين أيديهم، اللهم جل فكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وستر لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والأمان والفشة والرضوان، واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرة من غفرة النيران، بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن، رب فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن، رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دوما سبحان الله تحياتي فيها السلام الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. يا لطيفا بالعباد يا ربنا الطف بنا واسكن البلاد يا ربنا وارحم عبيدك يا جواد يا الله يا الله يا الله قبل التبرم والفساد يا ربنا يا لطيفا بالعباد يا ربنا الطف بنا واسق البلاد يا ربنا وارحم عبيدك يا جواد يا الله يا الله يا الله قبل تبرم والفساد يا ربنا نسألك بطه والعباد يا ربنا أهل السرائر والوداد يا ربنا وبحق تنزيل الجواد يا الله يا الله يا الله تحيي البلاد مع العباد يا ربنا يا لطيفا بالعباد يا ربنا الطف بنا واسق البلاد يا ربنا وارحم عبيدك يا جواد يا الله يا الله يا الله عبدك ببابك واقف يا ربنا ومن عذابك خائف يا ربنا وبإنايتك عاكف يا الله يا الله يا الله يا رجك تدريب المراد يا ربنا يا لطيفا بالعباد يا ربنا الطف بنا واسق البلاد يا ربنا وارحم عبيدك يا جواد يا الله يا الله يا الله يا ربي وارحم ضعفنا يا ربنا ووسع العيش لنا يا ربنا لا تؤاخذ من جنى يا الله يا الله يا الله إنك لطيف بالعباد يا ربنا يا لطيفا بالعباد يا ربنا الطف بنا
واسق البلاد يا ربنا وارحم عبيدك يا جواد يا الله يا الله يا الله يا أهل البيت المصطفى يا ربنا أهل الكرم والوفا يا ربنا أغيثوا بيدا قد هفا يا الله يا الله يا الله جائز مطيع للمعاد يا ربنا يا لطيفا بالعباد يا ربنا اطب بنا واسق البلاد يا ربنا وارحم عبيدك يا جواد يا الله يا الله يا الله ثم الصلاة على الرسول يا ربنا خير الأنام أبي البتول يا ربنا ما لح برق في الفضول يا الله يا الله يا الله والآل والصحب الجياد يا ربنا يا لطيفا بالعباد يا ربنا اطب بنا واسق البلاد يا ربنا وارحم عبيدك يا جواد يا الله يا الله يا الله التبارك والفساد يا ربنا الفاتحة بالقبول والإقبال والصلاح كل حال وأن الله يغفر الذنوب ويصلح القلوب ويكشف الكروب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والعيال ويغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يتولانا بولايته ويحفظنا من شر بريته ويغفر لنا تقصيرنا في حقه وفي حق نبيه وفي حق أزواجنا وفي حق والدينا وفي حقوق جميع المسلمين ويبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وينقلنا وإياكم من ذل المعصية إلى عز الطاعة ومن خدين النقصان وإلى عوج المعالي ومن كل حالة دنية إلى كل حالة مرضية ويشفي أمراضنا ويصحي أعراضنا ويطيل أعمارنا مع لطفه وعافيته ويحسن سابقتنا ويحسن خاتمتنا وعلى كل ما نواه حبيبنا علي بن محمد الحبشي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالطغاة حقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أطقى الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أطهر الأزكياء. السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك
السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم مشانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به بأقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الآلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار شرافه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود فطردت برد العوالم بالطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا صلى الله عليه. وهو من فوق العلم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعلقه معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ضرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله العالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر في سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأزمائها وأزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حيلة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه من آية الإقبال صلى الله صلاة عليه يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سره وتعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتبيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أثر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف
وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مجمل لا تهمل فإن عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا. يا مجمل لا تهمل فإن عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا. نتوسل بالجلالة والنبي ماحي ضلاله وبأصحابه وآله عطرته نعم سلالة. يا مجمل لا تهمل فإن عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا. بابن أبي طالب علي والحسن ثم الحسين يقضي الرحمن ديني يدرك الخاطر خصالا. يا مجمل لا تهمل فإن عادتك جمالا جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا. بالمهاجر جدنا أحمد وأهلنا الآب والجاد فبهم يا رب نسعد في دنانا والمآلا. يا مجمل لا تهمل فإن عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا. يا فقيه يا مقدم من له الحال المعظم درة العقد المنظم حوي أسرار الجلالة. يا مجمل لا تهمل فإن عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا. سادتي إنا خطينا ولسيرتكم جفينا ولمولانا عصينا
ارتضينا بالفسالى يا مجمل لا تهمل أن عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا رحلوا عنا الأكابر والمربين الأطاهر والذي بصدق آمر ما بقوا إلا الحثالى يا مجمل لا تهمل فإن عادتك الجمال جميل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا والبلد هذا بلدكم ولا يخفى عليكم أصلحوا خطوا نظركم وابعدوا أهل الرذالى يا مجمل لا تهمل فإن عادتك الجمال جميل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا تاركونا يا حبايب بالعوافي والرغايب واسعفونا بالمطالب لاحظوا في كل حالة يا مجمل لا تهمل فإن عادتك الجمال جميل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا في الزمن هذا عجائب قد بدت فيه الغرايب فعسى من ذي المصايب يحفظ الوادي رجالا يا مجمل لا تهمل فإن عادتك الجمال جميل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا نشتكي يا سادتي من زمان الهم والغام تمموا قولوا لنا تام فالأبو يرحم يا لا يا مجمل لا تهمل فإن عادتك الجمال جميل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا تاركوا هيا بغارة في العدو تشعل شرارة يلتذي من حار نارا تنقتب أجمع حبالا يا مجمل لا تهمل أن عادتك الجمال جميل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلب ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب
الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم.